السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا جميعا بخير وفي احسن حال. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. يا رب يجعل كل ايامكم هنا وسعادة وراحة بال، وكل سنة وحضراتكم بألف خير. تعالوا بينا النهاردة نحضر مع بعض بسبوسة الحلواني الطرية المرملة بكل مقاديرها المظبوطة. عايزة اقول لكم يا بنات انا بعتمد الطريقة دي على طول، والمقادير دي بصراحة بتطلع معايا مظبوطة جدا، شاربة الشربات وطرية، وبجد مفيش فيها غلطة. ان شاء الله تجربوا الطريقة دي والمقادير هتعتمدوها على طول. تعالوا بينا نبدأ الفيديو ونشوف هنحضرها مع بعض ازاي. بس حابة اطلب منكم قبل ما نبدأ الفيديو، لو انتي اول مرة بتشوفيني طبعا نورتيني وشرفتيني واسعدني بمرورك الجميل. ما تنسيش بقى تحط لايك للفيديو ده فضلا منك وليس امرا، وتشتركي معايا في القناة لو لسه مشتركتيش. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونبدأ في المكونات على طول. اول حاجة هبدأ بتحضير البسة الاول او المواد السائلة بتاعة البسبوسة. معايا كده في كسرولة ضفت كوباية من السكر، وعليها كوباية من السمنة، وبنفس الكوباية هضيف كوباية برضو من اللبن. يبقى الكوباية اللي هعاير بيها السمنة هي الكوباية اللي هعاير بيها السكر واللبن وكمان دي السميد. بعد كده هنضيف كمان كوباية من الزبادي. طبعا الزبادي يا بنات انا عاملاها في البيت، ولكن لو هتشتري بقى الجاهزة هتبقى اللي هي العلبة الصغيرة اللي بنشتريها عادي. طبعا عايزة اقول لكم ان الزبادي كمان هنا بتطري البسبوسة معانا جدا، وبتخلي كده قوامها ونكهتها جميلة جدا. اول حاجة كده هبتدي اقلب بقى المكونات دي كده واخدها ارفعها على النار لحد ما المكونات بتاعتي دي تسيح. واهم حاجة احنا عايزين نسيح بس الخليط ده، ومش هنسخنه، يعني لمجرد بس ان هو يكون دافي معاكي. واول ما تحسي ان السمنه خلاص دابت والسكر كمان بدأ ان هو يدوب، على طول هتبداي ترفعيها من على النار. وخلاص كده احنا مش عايزينها تسخن يا بنات، عايزينها بس تكون دافيه. تعالوا بقى على طول نحضر باقي المكونات الجافه. هحتاج ل 3 كوبايات من دقيق السميد. طبعا الكوبايه اللي بستخدمها زي ما قلت لكم هي الكوبايه اللي بستخدمها في باقي المقادير. دقيق السميد كمان اللي انا استخدمته بيكون كده الدقيق السايب اللي بنشتريه من عند العطار بدون اي اضافات. استخدمت كمان الدقيق السميد الوسط. ضفت كمان ذرة ملح صغيرة خالص علشان تظبط الطعم. وهنضيف 3 معالق كبار من جوزة الهند، ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. عايزة اقول لكم يا بنات ان جوزة الهند بتفرق جدا في طعم البسبوسة، بجد انا بحب طعمها جدا في البسبوسة. ولكن انتوا بقى لو انتوا مش بتحبوا نكهة جوزة الهند اصلا ممكن تستغنوا عن الخطوة دي وتكملوا باقي المقادير عادي. الاول كده بقى بدأت اقلب المكونات الجافة كده مع بعضها لحد بقى ما امزج بقى دقيق السميد مع البيكنج باودر وجوزة الهند. بعد كده هنبتدي نجيب الخليط السائل اللي احنا جهزناه وهنضيفه مباشرة على المكونات الجافة. زي ما قلت لكم في المرحلة دي لازم الخليط معانا يكون دافي يا بنات علشان البسبوسة ما تنشفش معانا وتشقق. تمام كده. هنبدأ نقلب المكونات السائلة مع المكونات الجافة، ونخلي بالنا ان احنا ما نقلبش الخليط ده كتير، يعني بمجرد ما تلاقي الدقيق اختفى معانا او امتزج مع باقي المكونات السائلة ابدأي على طول بطلي تقليب، لان التقليب الكتير في البسبوسة هو اللي بينشفها ويخليها تشقق معانا. ومعنى ان البسبوسه بتاعتنا تنشف وتشقق يبقى مش هتشرب الشربات معاكي خالص. بعد كده بقى حضرت الصينيه بتاعتي كانت مقاس 30 سنتي، وبدات ابطنها بمعلقه من السمنه البلدي. وبعد كده هنضيف بقى عجينه البسبوسه او خليط البسبوسه في الصينيه. طبعا المقدار ده من البسبوسه كان مناسب جدا للصينيه، يعني الصينيه كانت 30 سنتي، كان المقدار بتاع البسبوسه او السميد ده مناسب جدا، وكان ارتفاعها حلو قوي والسمك بتاعها كان جميل جدا. بعد كده بنبدأ ان احنا نسويها كده بالمعلقة، وهتبدأي تخبطيها كده خبطتين في الرخامة علشان تتسوى كويس معانا ومبقاش فيها اي فراغات من جوه. ممكن كمان نمسح كده الاسباتيولا كده بنقطة من المية ونبدأ ان احنا نسوي بيها وش البسبوسة علشان برضو تتسوى معاكي كويس ويطلع معاكي السطح بتاعها في الاخر متساوي جميل. في الاوقات دي خلاص هكون شغلت الفرن بتاعي على درجة حرارة 180. هنحطها في الرف الاوسط لمدة تقريبا نص ساعة. بعد كده هنفتح الشواية تاخد لون ونخرجها. بعد كده بقى وهي لسه في الفرن هنبدأ نحضر الشربات بتاعها. شربات البسبوسه يا بنات لازم يكون شربات سخن معانا وخفيف جدا. هنحتاج لكوبايتين من السكر وعليهم كوبايتين من الميه، نفس الكوبايه برضو اللي هتستخدميها في السكر هي الكوبايه اللي هتستخدميها في الميه. ممكن كمان نزود كده عود من القرفه الخشب بتخلي برضو طعم او نكهه الشربات كويس. عليهم عصير نص ليمونه، وبنرفعهم على النار بدون اي تقليب خالص. بمجرد ما هيبدأ الشربات يغلي معانا السكر هيدوب. هتبدأي بعد كده تسيبيه لمدة دقيقتين 2 بس، وبعد كده هنطفي عليه النار. طبعا يا بنات الشربات ده كان جاهز معايا، كنت عاملاه معاكم في تحضيرات رمضان، يعني خرجته من التلاجة سخنته او اديته غلوة كمان، وضفت عليه كمان معلقة كبيرة من السمنة البلدي. وبعد كده كان جاهز معايا وبدأت ان انا اسقي بيه الشربات على طول. ولكن المقطع ده من الفيديو انا حبيت ان انا اوريه لكم تاني علشان تعرفوا يعني مقدار الشربات الخفيف ايه وازاي بيتعمل. اول بقى ما البسبوسه بتاعتي بتخرج من الفرن خلاص بعد ما اخدت اللون المظبوط والتسويه المظبوطه بتاعتها، هنبدا على طول ان احنا نسقيها بالشربات الخفيف، ولازم يكون سخن والبسبوسه كمان سخنه معانا. كمان لازم نضيف طبعا معلقه السمنه البلدي اللي مفيش غنى عنها في شربات البسبوسه، علشان طبعا تديكي نكهه جميله كده زي البسبوسه اللي بنشتريها من بره بالظبط. طبعا بتبداي بقى تسقي البسبوسه بتاعتك بالشربات لحد ما تاخد الكفايه بتاعتها من الشربات.
طبعا هي ممكن تاخد المقدار اللي معاكي كله. ولو انت بقى بتحبي البسبوسه بتاعتك تكون سكرها خفيف او مش بتحبيها طريه قوي للدرجه اللي هي عايزاها متماسكه شويه، يبقى في الحاله دي مش هتضيفي كميه الشربات كلها على البسبوسه، هتبداي تضيفي نص الكميه او 3/4 الكميه بس كده يا بنات. اول بقى ما تاخد الكميه الكافيه من الشربات على طول بقى في الوقت ده هنبدا نحضر صينيه مقاسها اكبر شويه او غطا حله او صينيه او اي حاجه، تبداي تغطي بقى صينيه البسبوسه بتاعتك دي وتسيبيها كده لمده نص ساعه او ساعه الا ربع طبعا لحد ما تبرد معاكي، وفي نفس الوقت كده تكون محتفظه بالطراوه بتاعتها وتفضل طريه معانا وما تنشفش. ده بقى بيكون يا بنات شكل البسبوسه بتاعتنا في الاخر. اللهم بارك يا بنات، لونها جميل جدا، اخده تسويه مظبوطه، كمان مش مشققه معانا وشاربه الشربات وطريه، يعني اللهم بارك مفيش فيها غلطه زي ما بقول. يعني تقدري تاخدي المقادير دي كده وانت مطمنه وتبداي تعملي بيها البسبوسه على طول. عايزه اقول لكم انا مش بغير الطريقه دي يا بنات والله، اللهم بارك بتطلع معايا ناجحه جدا ومظبوطه ومن اول مره. فان شاء الله جربوها بنفس المقادير وبنفس الخطوات هتطلع معاكم مظبوطه جدا. بس كده اول ما بتبرد بقى معانا هنبدا نقطعها، بتبداي طبعا تقطعيها لاي قطعه انت عايزاها بالحجم المناسب والشكل اللي انت عايزاه، وبعد كده هتقدميها بالف هنا وعافيه. جربوها يا بنات وربنا يحسن ما بين ايديكم، والف هنا وعافيه للي يجربها. وكده بقى احنا قلنا ازاي البسبوسه معاكم تطلع طريه وفي نفس الوقت مش مشققه، وكمان ازاي تشرب الشربات او امتى تشرب الشربات وامتى ما تشربوش. يعني لازم الخليط بتاع البسبوسه سائل يكون دافي معانا مش سخن علشان البسبوسه ما تنشفش معانا. كمان لازم ما نقلبش البسبوسه كتير واحنا بنبستها علشان برضو ما تنشفش وتشقق. وبس كده يا بنات الفيديو بتاعي بيكون خلص، يا رب يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. لو انت بقى وصلت معايا لحد هنا في الفيديو واول مره بتشوفيني، ما تنسيش بقى تحط لايك للفيديو ده فضلا منك وليس امرا، وتشتركي معايا في القناه لو لسه ما اشتركتيش. طبعا بشكر الجميله اللي كملت معايا الفيديو للنهايه، وان شاء الله يا بنات اشوفكم على خير في فيديوهات تانية كتير. اسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.